حاجه انا بسميها فخ ام كلثوم. ده اللي هي واحده لسه هتبتدي تغني او واحد لسه هيبتدي يغني، فبيحس ان هو عشان خاطر يوري امكانيات صوته فيروح مغني لام كلثوم، ويورينا بقى الجواب والقرار واللعب على المقامات، ويغني الاغنيه بالمسطره بالظبط. ده مش هيوديه لاي حاجه، ده انت كده مجرد آلة موسيقية بشرية. لأن زي ما قال بلعوم الشخصية، الفيلم كباريه اللي عملها خالد الصاوي، الغنى مش من هنا، الغنى من هنا. تعالوا مثلا نشوف أغنية للصبر حدود اللي غنتها أم كلثوم من ألحان محمد الموجي وكلمات عبد الوهاب محمد. وحسب عبد الرحمن طاحون اللي عنده قناة كتاب الأغاني، أنا بنصحكم طبعا تروحوا تتفرجوا عليها، إن الأغنية دي محمد الموجي لحنها بعد ما ام كلثوم ما رفعت عليه قضيه، هو ملحنها بالاجبار، دي قصه تانية. المهم اغنيه للصبر حدود غنتها ام كلثوم وغنتها شيرين، مع ان هو نفس الكلمات نفس اللحن، بس ام كلثوم غنتها للصبر حدود، هي طقت ورايحه تجيبه وهتزعله وهتجيب ناس تزعله، اوكي، وهي بتقول للصبر حدود. شيرين منهاره وخلاص فاض بيها، وللصبر حدود وحطها. احساس، هو ده اللي بيفرق، الاحساس مش الصوت، مش انك انت بتعرف تجيب صوت ام كلثوم بالظبط او الكلام ده كله، مش ده. حاجه تانية مثلا اتفرجوا مثلا على الدويت بتاع انغام ومدحت صالح في الحته من اغنيه بعيد عنك. هم ما راحوش يغنوا زي ام كلثوم، ولا راحوا يعلوا على بعض، ولا بقى بص يا مدحت بقى انا هعلي عليك فاروح مدحت بقى نازل. مفيش الكلام ده يا جماعه، هم غنوها احساس تاني خالص. مش فارق معاهم يجيبوا يورونا صوتهم حلو، لا يورونا احساسهم ايه. فطلعت اغنيه مع انها نفس الكلمات والالحان، اغنيه تانية خالص. بالمناسبه، انغام ليها برنامج حلو قوي دلوقتي مطلوب موجود على واتشت، غنت مع ناس كتير اغانيهم بس بين احساسها. هي ممكن تخش على واتشت تشوفوا البرنامج ده جميل جدا. وخدوا بالكم الغنى مش من هنا، الغنى من هنا.